ليه الرامات في الكمبيوتر ما بتكونش مستخدمه كلها؟ ده واحد معانا على التيك توك بيسالنا السؤال دوت. ليه الرام في الكمبيوتر ما بتكونش بتستخدم كلها، بتستخدم جزء منها؟ بمعنى لو انت عندك 8 جيجا تستعمل معاها اساسا 7 ونص، في نص جيجا رايح بيروح فين؟ ده محدش عارف. بص، نص جيجا دوت بيروح فين؟ بيروح لكارت الشاشه. بمعنى انت عندك كارت شاشه سي 2 جيجا، فهو بيرفع معاك، بياخد الرقم الاساسي بيكون 2 جيجا، بيرفع معاك بقى قد ايه؟ بيرفع معاك مثلا مع رام 8 مثلا ممكن يدفع معاك مثلا 6 جيجا. 6 دي جت منين؟ 6 دي اساسا جت منين؟ جت من الرام، سحبت من الرام الكيسه، سحبت من الرام 500 ميجا وحولتها بقت 2 جيجا، بقت 6 جيجا عند كارت الشاشه. بس الجيجا دي ما بتكونش فعليه، الفعل طبعا هو كان 2 جيجا بتاع كارت الشاشه. بس الرفعه دي بتفرق معاك في الالعاب شويه، في الاداء في الالعاب، تحسين الاداء في الالعاب، في الفيديوهات، في كل الكلام دوت بتفرق معاك الرفعه دي. بس ديت اهم حاجه، سحبه الرام دي. بس انت ممكن تعدلها، انت ممكن تعدل كل الكلام ده. تقول لي ازاي؟ اقول لك عدلها البايث، ما تخليش الكارت الشاشه يسحب من الرام، كل حاجه مستقله.